السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام اللحمة إن شاء الله بإذن الله. اللحمة بإذن الله إحنا شغالين طبعا كل يوم من الساعة 8 صباحا لغاية انتهاء الكمياء اللي بنجيبوها بفضل الله. بنجيب كمية كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى عشان نغطي الأعداد بمناسبة أعياد الربيع وأعياد الأخوة المسيحيين وأعياد شم النسيم. فإحنا دلوقتي داخلين عشان نصور اللحمة بتاعتنا اللي بيتشكك فيها ما هو إلا يعني شيء من قلة الحيلة. طبعا دي اللحمة بتاعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى، لحمة بسم الله ما شاء الله، حاجة جمال ملهوش مثال بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا اللحمة زي ما انتم شايفين اهو، ختم السلخانة سوهاج مش جرجة. وهنتكلم ليه انا بدبح في سوهاج مش بدبح في جرجة، علشان يبقى الكلام برضو ايه واضح للجميع، واضح للجميع. اول حاجة انا عايز اتكلم على سلخانة سوهاج، فهي فيها افضل وامهر واحسن الدكاترة بيفهموا في اللحمة، مش تقليلا من دكاترة جرجة، بس مش هيطلع مني عنديهم لحمة تعبانة بفضل الله. ليه؟ لان في هناك مديرية، في هناك مدير ادارة بيطرية، في مفتشين على اعلى مستوى. تاني حاجة اهو اللحمة يا جماعة بفضل الله لحمة بلدي درجة اولى، عشان اللي بيشكك في اللحمة بتاعتنا عن طريق قلة الحيلة، قلة الحيلة اللي هم مش عارفين يبيعوا اللحمة بسعرنا بفضل الله، اللي هو الكيلو ب 320 جنيه والسوبر ب 370 جنيه. فطبعا ما عندهوش حل تاني غير ان هو يشكك في اللحمة بتاعتنا ومصدرها. دي حاجة تانية، ليه انا مش بدبح في جرجة؟ انا بحافظ على الجزار عندي. الجزار عندي لو دخل سلخانة جرجة حرفيا هياخد له مضغة في بطنه، من الاخر مش هيتساب. واظن انتوا عارفين ان ممكن يحصل مع ايه كويس خالص. طيب احنا العربي مثلا دلوقتي احنا ممكن يورينا كيلو هو وبيتقطع، اول ما تبقى بتجهز كيلو يا عم العرب اهو بسم الله ما شاء الله. الكيلو بتاعنا اهو ورينا يا باشا الكيلو ده. كيلو يا جماعه، معلش شيل دي حط الميزان. ده كيلو اهو، كيلو اهو بفضل الله 900. وادي ال 100 جرام دهنه، ادي اللحمه اهي حمراء، وادي ال 100 جرام دهنه بفضل الله. اتفضل يا ريس. ميزاننا حساس. حساس ده بيجيب كل الناس وبيوري الناس، لا عندنا كفه ولا عندنا حد يشد الميزان بكباره ولا تمام. احنا طبعا اي حد عنده ميزان بكفه بيحط ربع كيلو على طول. تمام، عشان ما حدش يقول لك انا ماني وبيسرق في الميزان. يعني واحد من الناس هو زبون جاب الاربعه، جاب ال5 كيلو جابهم 4 من بره، ما فيش داعي. احنا الناس دعوه بحد بره، احنا كل اللي احنا بنقوله ان يعني اشتغل على المنتج بتاعك، مفيش داعي ان انت تتكلم على المنتج بتاع حد تاني، تقعد ترمي كلام تعمل كلام. يعني قله الحيله دي معلش، يعني ليه؟ ايه لازمتها يعني؟ احنا محافظين على سعر اللحمه بمناسبه الاعياد. الاسعار اللحوم الحمراء رفعت، سعر البهيمه نفس رفعت، سعر البهيمه نفس رفعت وسعرها رفع. ورغم ذلك محافظين حفاظا على ان الاخوه المسيحيين داخلين على عيد وبيحتاجوا كميات لحمه كبيره، فما ينفعش تقديرا مننا ان احنا نرفع عنهم سعر اللحمه في الوقت الحالي، لان ده وقت اعياد وما ينفعش ان في وقت العيد بيبقى المصاريف كتيره على الناس. فحبينا ان احنا نستمر لغايه بعد عيد المسيحيين وهيبقى في تجديد للسعر، لكن احنا عشان اعياد المسيحيين عاملين السعر ده لغايه هذه اللحظه. فعشان انت ما يبقاش عندك قله حيله وتقول اللحمه لما تخش في الميه تكش واللحمه مش عارف ايه والكلام العبيط ده، عيب يا جماعه. احنا كبار وسبق كلنا عيش وملح مع بعض، ما يصحش. اشتغل في نفسك واشتغل في المنتج بتاعك. انتوا كنتوا اخواتي في يوم من الايام، ما ينفعش قله الذوق وقله الحيله ان انتوا تيجي تروحوا تقولوا كلام بما يرضي الله باطل قدام الناس. فده عيب 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 لوجه الله. انا فاتح صفحه جديده، مش عايزين ندخل في مناوشات. انتوا كنتوا اخواتي ناكل عيش وملح مع بعض في يوم من الايام، فما ينفعش اكتر من كده. اتمنى تكون الرساله وصلت. لكن احنا اسعار اللحمه عندنا كيلو اللحمه عامل 320 جنيه، 320 جنيه. اما بقى كيلو السوبر 370 جنيه. انا لو خليته ب 400 جنيه هيبقى ايه الفرق بينها ما بين بره؟ يعني ايه الفرق ما بين منفذ ومبادره ما بينها ما بين بره؟ انا كيلو اللحمه ب 320 وكيلو اللحم الصافي ب 370 جنيه.
طبعا هوضح حاجه تاني، اللي يقول لك كيلو اللحمه ياخد 900 و100، بعد اذنك يا عم، بعد اذنك يا عم، اللي هيجي ياخد 900 و100، يبقى ازاي انا من 330 جنيه ارفع ل 400 جنيه وكده انا بحط 100 جرام دهنه بس؟ كلام مش منطقي يعني. فيعني ايه، شغل التشكيك سهل وبسيط ومفيش اي مشكله. انا الحمد لله رب العالمين، الكاميرا لو جت ورا في الحمد لله زحمه، مع اني ما بحبش اصور الناس، لكن احنا بفضل الله المكان عندنا زحمه وفي ناس كتيره واقفه، واللحمه عندنا بفضل الله العجل تقريبا بيخلص في 3-4 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الجوده، بفضل الثقه، بفضل الله سبحانه وتعالى قبل اي شيء. تنبيه اخير للناس، تنبيه اخير للناس، انا بقول اهو، ما تجيش تكتب لي على النت ان حاطين لي الراجل ده ربع كيلو دهنه، ما تستلمهوش، لان انا في واحد هنا بيقول لي ايه دخل لي باللحمه جوه، فبيقول لي ها ربع كيلو دهنه، جينا على الميزان لقينا 900 و100. في زباين بتفتري، والله في زباين بتفتري علينا. ليه؟ هي معروفه 100 جرام ده يقول لك دي ربع كيلو، الحته ال 100 جرام يقول لك دي ربع كيلو. ايه يا عم؟ اتق الله، تعالى قبل ما تمشي من هنا شوف ال 900 وال 100 مش عجبتكش سيبها وامشي. اللي بتاخد الصوبه حسيت ان فيها لحم ابيض كتير ما تاخدهاش، حسيت فيها ابيض اصلا ما تاخدهاش. ليه تستلمها وتطلع بيها من هنا؟ ما تخلي عينك على الميزان. انت راجل هتدفع فلوس، طالما هتدفع فلوس تبقى متاكد انه واخد مني جوده محترمه 100%. لكن يقول على النت يقول لك طب انا شفت فين ربع كيلو الدهنه ولا نص كيلو الدهنه، والكلام الباطل اللي بيترمي علينا. انا بقول لك اهو، انت وهنا شوف ال 900 وال 100 مع حسيت الكلام مش مظبوط ما تدفعش، ما تشتريش. انا بقول لك حقك قبل ما تمشي. انا مش هقعد هنا في محل الجزاره 24 ساعه عشان اعرف كل كيلو لحمه طالع قد ايه وحجمه ايه. فدي رساله موجهه لكل اهل بلد رواد منفذ بيع وسط البلد اللي هو جنب مدرسه النهضه. ان شاء الله باذن الله ده وضع اللحوم عندنا بفضل الله. احنا عاملين مبادره حقيقيه، الاختار واضحه وصريحه وكل حاجه باينه بما يرضي الله ورسوله. احنا مش بنفتري على حد بفضل الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. في بفتيك عربي بتعمل بفتيك بكام يا عربي؟ 370 ماشي يا رياسه، السلام عليكم.